السلام. اليوم معنا توقعات للنصف نهائي كأس العالم 2022. أظن أن توقعاتنا لربع النهائي كانت صحيحة إلا توقع واحد، وهو البرازيل وكرواتيا، اللي ما زلت أصر على أنها هزيمة غير عادلة للمنتخب البرازيلي، اللي تمنينا أننا نشوفه على الأقل في النصف النهائي، ولكن معليش. فأظن أن توقعات النصف النهائي راح تكون أسهل من توقعات الربع النهائي. عندنا مباراتين، مباراة الثلاثاء ومباراة الأربعاء. نبدأ بمباراة الثلاثاء واللي راح تكون ما بين الأرجنتين وكرواتيا. أظن أن الأرجنتين قادرة على تخطي كرواتيا بنسبة ما بين 70 إلى 75%. راح تفوز عليها أو تتخطاها في 90 دقيقة، أو ممكن في 120 دقيقة، وحتى ولو جرتها إلى ضربات الجزاء. أظن المنتخب الأرجنتيني قدم ضربات جزاء جميلة وجيدة مع المنتخب الهولندي. فأظن في كلا السيناريوهات الثلاثة ممكن للمنتخب الأرجنتيني أنه يمر ويعبر كرواتيا، لأن طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني مغايرة شوية لطريقة لعب البرازيل. نتحدث عنها عندما نعمل تحليل ما قبل مباراة هذا الأرجنتين وكرواتيا، راح يكون بعد هذا الفيديو. خلينا نروح إلى المباراة الثانية، وراح تكون يوم الأربعاء أيضا وعلى الساعة 10 بتوقيت مكة، وراح تكون ما بين المغرب وفرنسا. أظن أن الغلبة راح تكون المغرب ما بين نسبة 60 إلى 65%. المغرب اللي خلينا نقول أقصت إسبانيا وأقصت البرتغال. طريقة لعبهم تقريبا نفس الشيء أو أحسن بشكل كبير من المنتخب الفرنسي. نتحدث عن أفكار، نتحدث عن تكتيكات، نتحدث عن خلق للحلول، وهذا ما ينقص المنتخب الفرنسي وما ينقص المدرب ديشون. ولكن يوجد على النقيض أو على الجهة الأخرى في المنتخب المغربي يوجد خلينا نقول مدرب تكتيكي ومدرب ذكي إلى حد ما، ويعرف كيف يضرب نقاط ضعف الخصم. لذلك أظن أن المغرب قادر على تخطي فرنسا وإرهاق فرنسا وإدخال الشك في قلوب الفرنسيين، وبذلك يستطيع أنه يفوز سواء عن طريق هدف في 90 دقيقة أو في 120 دقيقة، وحتى عن طريق ضربات الجزاء، اللي هما عملوا ضربات جزاء جميلة جدا مع إسبانيا، ولكن فرنسا لحد الآن لم تختبر في ضربات الجزاء. لذلك أظن أن النهائي راح يكون ما بين الأرجنتين أو الأرجنتين والمغرب. فنتمنى هذا السيناريو، وانا متاكد بنسبه 80 الى 90% ان السيناريو راح يكون نهائي الارجنتين والمغرب. فاذا اعجبك هذا الفيديو محتوى هذه القناه فلا تبخل علينا بالاشتراك، تفعيل زر الجرس، الاعجاب، التعليق، دعم هذه القناه. الى الملتقى، سلام.